السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الأول كده أحب أفكركم إن أي دعم بسيط منكم بيفرق معايا جدا، سواء لايك أو كومنت أو اشتراك في القناة. يلا بينا نبدأ، يلا بينا. في الأول كده خليني أسألك سؤال، عمرك كنت ماشي في الشارع وحسيت إن في حد بيبص عليك وبصيت مرة واحدة كده لقيت فعلا في حد مركز معاك؟ تقريبا كده لو الموضوع حصل معاك أول حاجة هتفكر فيها هتقول إيه ده، هو أنا إيه ده؟ هو إحنا بقينا نقرأ أفكار الناس ولا الموضوع ليه تفسير تاني؟ على فكرة احب اقول لك استنى معايا شويه، لان في اخر الفيديو هقول لك ليه اوقات كتير احساسك بيطلع صح. بص بقى يا سيدي، سبحان الله ربنا مصمم مخ الانسان اللي هو يحمي صاحبه طول عمره، واي حركه بتحصل حواليك مخك بيراقبها من غير ما انت تحس. يعني ممكن تبقى ماشي في امان الله في الشارع وحسيت ان في حد بيبص عليك، وده لان عينك لمحت حركه صغيره جدا وانت ما خدتش بالك منها بوعيك، فتلاقي مخك بس اللي خد باله وتبص تلاقي فعلا في حد بيبص عليك. ولكن هنا بقى ليك عندي مفاجأة، ألا وهي إن في مرات كتير جدا بتحس إن في حد بيراقبك أو إن في حد بيبص عليك وتبص مرة واحدة ما تلاقيش أي حد. طب وليه ده بقى بيحصل؟ لأن أوقات كتير مخك بيكمل الصورة من عنده، وخصوصا ده بيحصل لما بتكون متوتر أو داخل مكان جديد أو حاسس إن الناس اللي حواليك مركزة معاك. وعلماء النفس فسروا الموضوع ده بإن أوقات كتير مخنا بيفضل يفسر الإشارات الغامضة على إنها مهمة، لأن ده كان مفيد زمان لحماية الإنسان. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني مش كل احساس بيطلع صح، وبرده مش كل احساس حاسس بيه دايما بيطلع غلط. وفي الاخر احب اقول لك ان مخك بيعمل كده علشان يحميك من اي خطر حواليك. وبكده نكون خلصنا كلامنا. ما تنساش لو الكلام ده عجبك تدعمني بلايك، لو اي حاجه حابب تقولها لي يا ريت تكتب لي في تعليق، ولو مش مشترك اشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.